ايه الحلاوه والطعامه دي يا حبايب قلبي. بصوا عارفين بقى شويه سمك كده روعه، ما شربوش زيت مننا، وشويه زيت صغيرين حوالي كوبايه زيت عملت لنا الكميه دي، ويبقى مقرمش من عندنا كده ولونه حلو، اللهم بارك، احلى من المطاعم كمان. شويه رز صياديه كده وشويه سلطه بلدي. عايزين تعرفوا الطريقه والوصفه؟ يلا تعالوا عندي، خشوا في الفيديو في قناتي منوعات واكلات سهله وبسيطه، وانتوا تعرفوا احلى طريقه تتبيله سمك وقلي سمك، والكفر بتاعه نعمله ازاي. يلا تعالوا ادخلوا عندي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. النهارده رجعت لكم بوصفه سهله وبسيطه زي دايما وصفاتي السهله البسيطه والسريعه. هنعمل ايه؟ هشارك معاكم الغدا بتاعي النهارده. طبعا كلنا ستات بيوت شاطرين وممتازين، بس انا يعني ايه بحب اشارك معاكم الوصفه، اي حركه تركايه بسيطه خالص كده بنتعلمها من بعض. هنعمل سمك بولتي شبار كده، ونعمل شويه رز صياديه، يعني اكله سهله وبسيطه طبعا. جبت السمك عندي وسط زي ما انتم شايفين، جبته ونضفته كده وحطيت عليه ليمون وخل، وخليته يتصفى من اي ميه، وبعدين هتبله. طبعا هنتبله بايه؟ عندنا تتبيله هنا انا دايما بعملها، اللي هي تتبيله الاسماك، حلوه قوي. اللي هي يعني يعتبر توم وليمون وخل وفلفل حامي، سواء رومي او حامي والوان، بنحط كله، بنفرمه في الكبه، وبنحط كل التوابل اللي عندنا. ده بتبقى ايه؟ بتبقى عندي كده، تحطيها في الفريزر تعملي بيها اي بتنجان مخلل سمك، اي حاجه كده، بتبقى سهله وبسيطه. يا دوبك بتطلعيه من الفريزر حوالي ربع ساعه كده بيفك، وتعملي بيه ايه؟ اي انواع مخللات انت عايزاها. هنجيب طبعا السمك عندنا، لو السمك وسط زي ما انا جايباه مش هتفتحيه كده او ايه، تعملي فيه فتحات. لو كبير عندك عشان يستوي واللحم بتاعه يستوي من جوه ويبقى كده ناشف ومقرمش، لازم ايه تعملي فتحات فيه. لكن هو كده وسط، فكده هيستوي مني ايه بسرعه. وهجيب التتبيله اللي عندي كده، هتبله طبعا، اسيبه شويه في التتبيله حلوين، علشان ايه؟ عبال ما اعمل الرز. بس لازم تسيبيه في التتبيله شويه عشان يبقى مالح كده وحلو وطعمه حلو. نتبل بقى السمك زي ما انتم شايفين، انا جايباه اهو ايه وسط. تنضفيه حلو قوي. السمك ب90 دلوقتي. شاركوني كده في التعليقات عندكم كده الكيلو السمك بكام اهو. هتبل بقى كل السمك عشان الفيديو مبقاش طويل، وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي خلاص تبلنا السمك زي ما انتم شايفين. هننقله بقى في المصفى عشان برضو ايه، اي ميه كانت في التتبيله، اللي هو الخل والليمون اللي احنا حاطينه، اي حاجه يعني الميه بتاعته تنزل، علشان لو السمك لما بتيجي تقليه بيبقى فيه ميه بتلاقيه طري من جوه. دي يعني معلومه بسيطه. تلاقي السمك كده ساعات من جوه ايه، يبقى احمر من بره كده ولونه حلو وتحس انه استوى، بس تلاقيه بينزل ميه. بصوا شايفين يعني، يا دوبك انا برضو لما تبلته، اما عبال ما تبلته الميه نزلت ازاي. انتوا حطوه في مصفى برضو كده، وتاخدوا عادي ايه وتقلوا السمك بتاعكم. هناخد الميه دي ندلقها، وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنسيب السمك كده، هنعمل الكفر بتاع السمك. دي كذا طريقه، بس هي الطريقه دي حلوه. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب شويه دقيق حلوين كده، نحط شويه كمان عشان كميه السمك كبيره. وهنجيب شويه نشا. النشا ليه؟ النشا بيخليه مقرمش اهو، شويه نشا مش كتير. هنشيل برضو الحاجات اللي بنعمل فيها. وهنجيب ايه بقى؟ شويه توابل حلوين كده نحطهم على الايه، نحط شويه فلفل اسود على الكفر بتاع السمك، بيبقى ليه طعم حلو قوي. وهنجيب شويه شطه، اللي مش عايز شطه ده حسب اختياركم انتوا، ما تحطوش. نحط شويه كركم، الكركم بيخلي لونه حلو قوي. ونحط طبعا شويه ايه، كل التوابل اللي عندكم حطوها، شويه كزبره، اي توابل بتحطوها بتدي طعم حلو للكفر بتاع السمك. كزبره وكمون دول ايه اهم حاجه. خلاص كده. ونحط برضو شويه ايه ملح، نقلبه في بعضه بقى. حلو قوي الكفر ده كده، جربوه هيبقى حلو للسمك. في طريقه تانية، لو انت عايزه تعملي الكفر ده وتجيبي شويه
دقيق كده وبشويه ميه كده تقلبيهم مع بعض، تحطي السمكه فيها وبعدين في الدقيق. بس انا بحب الطريقه دي بتبقى حلوه، دي حلوه ودي حلوه، يعني اللي يعجبكم. انا قلت لكم الطريقتين واللي انتوا عايزينها. خلاص كده الكفر جاهز عندنا. هنعمل ايه بقى؟ عندنا حله على النار هنا، حطينا فيها شويه زيت حلوين عشان هنعمل رز الصياديه او رز السمك اللي عندنا. رز الصياديه او السمك بيتعمل بزيت، ما بيتعملش بسمنه، عشان يبقى ليه لمعه كده ومفلفل عندكم. نقلب في البصله كده لحد ما تغمق. وبصوا هنا، علشان السمك لما يطلع مني انا جهزت عشان السمك يبقى ناشف كده وميبقاش يبقى فيه ميه من جوه. زي ما قلت لكم جيبوا شبكه الفرن اللي عندكم او اي مصفى وحطوا تحتها حاجه كده، علشان السمك اي زيت او السخونه بتاعته تنزل الميه اللي فيه يبقى مقرمش وزي الايه، زي الفل عندي. هرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي كده لون السمك لون رز الصياديه بيبقى كده، تخلوه كده تحسوا انه مش هيتحرق، لا بني كده يفتح عندكم. نحط كميه الرز اللي عندنا ونقلب، معلقه صلصه كده بقى، وتحطي كل التوابل اللي عندك. ويمكن مغامق قوي كده لا، هيفتح عندنا، اللي يجي يستوي هيفتح. اللي عايزه بقى فاتح، مش عايزه لونه غامق كده رز بني، يفتح البصله براحتكم يعني. حط كميه الرز كلها. قلبوا تقليبه حلوه كده. افضل اقلب فيه شويه كده يتشوح مع البصله والزيت، وبعدين ارجع له اقول لكم التوابل والايه ونشربه ازاي. بصوا يا حبايبي دي صلصه طماطم عندي عاديه خالص. لو عندك برضو اللي هو معجون الصلصه اللي هو من السوبر ماركت عادي، لكن دي صلصه انا كنت عاملاها عندي. حط معلقه كده بس تدي لون حلو ليه. وهنزل بقى بكل التوابل اللي عندي، والميه تنزلي بيها مغليه. طبعا كلنا بنعرف نعمل رز السمك يعني، بس انا طالما يعني عملت معاكم الوصفه فقلت يعني ايه اعمل الرز معاكم. وبرده في لسه مبتدئين ما بيعرفوش طريقه رز الصياديه. انزلي بقى بكزبره، وانزلي بفلفل اسود، وانزلي بكمون، وانزلي بشطه، وانزلي بملح، وقلبيه في بعضه وخلاص بقى، وشربيه بالايه، بالميه. وكده يعتبر الرز اللي عندنا خلاص خلص. شوحناه تشويحه حلوه كده عشان يبقى مفلفل عندنا. بس هشربه بالميه وخلاص كده. بس يا حبايبي كده نجيب ايه اللي هو الكفر اللي عندنا اهو. نعمل كام كزمه كده حسب الطاسه. خلي طاسه عندك للسمك كده، اي زيت عندك يعني تعملي السمك وتفضي الزيت، واي زيت يتبقى عندك من تحمير بطاطس بانيه حطيه في الطاسه دي وتبقى جاهزه لقلي الايه، السمك. هنعمل كده الكفر كذا واحده اهو. حلو قوي الكفر ده، جربوه بس. واهم حاجه لما تطلعي السمك دايما حطي مصفى تحتيه، ما تحطوهوش في طبق بقى كده على طول يعني مباشره كده في الطبق. ليه بقى؟ السخونه بتاعته هتتفاعل مع الطبق والسخونه والميه اللي فيه او الزيوت اللي فيه، وهيبقى طري عندك. نصيحه يعني. والزيت بتاع قلي السمك حطي فيه وهو بارد شويه خل، هو لسه ما سخنش، مش هيعمل ريحه عندك وهتبقى ريحه الزيت حلوه. نصايح كده بسيطه. بالله عليكم بالله عليكم لو وصلتوا لحد الثانيه دي في الفيديو تستخسروش فيا يعني. بصوا يا جماعه والله الواحد لما بيعمل برضو فيديو بيتعب يعني، احنا برضو بنبقى عايزين يعني نفيدكم ونستفيد. فمعلش يعني اللايك ده برضو هيرفع الفيديو، سواء على صفحتي على الفيسبوك منوعات واكلات سهله وبسيطه، او على قناتي على اليوتيوب منوعات واكلات سهله وبسيطه. هكبر بيكم معاكم. لايك ومتابعه على الفيسبوك، واشتراك برضو ولايك ومشاركه على اليوتيوب، فضلا منكم وليس امرا. بس حبايبي دي طاسه الايه، طاسه العمر زي ما بيقولوا. دي الطاسه دي بتاعتي من وانا ايه لسه عروسه يعني، بقالي كتير قوي يعني مش هقول عدد السنين،
بس دي دايما نخليها لقلي الايه السمك كده حلوه يعني. الطاسه بصراحه انا بحبها تاخد 3 سمكات كده وهي مستريحه. حط بقى السمك كده ومع نفسه. بصوا اول ما تحطوه كده لازم النار تبقى عاليه، ما توطوش عليه، وبعدين ايه توطوا عليه شويه صغيرين. بصوا يا حبايبي شكل السمك عامل ازاي. هنطلعه كده ونحطه كده، شايفين اهو، عشان اي زيت بينزل ولا حاجه والسخونه بتاعته ما ايه. شايفين الزيت فاتح ازاي اهو، ولون بقى الكركم بيخلي لون السمك جميل قوي. نحطه كده بقى ونعمل الكميه كلها. شايفين القرمشه، شايفين اللون، حاجه كده اللهم بارك. بصوا حبايبي كده خلاص السمك ما شاء الله عندنا، شايفين شكله. بصوا حاجه كده اللهم بارك يعني. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. وشويه رز الصياديه كده، رز السمك، حاجه كده اللهم بارك. وعملنا شويه سلطه بلدي وغدوه كده على السريع، مش مكلفه وبسيطه. زي دايما وصفاتي سهله والبسيطه. يا رب الفيديو يكون بسيط وسهل على قلبكم واستفدتوا لو اي معلومه بسيطه خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.